قالوا ناس زمان كل فولة خامجة كيجيب لها ربي فروج عور. وقالوا يلي ما تجي على زرع الناس حط زرعك على التنية. قصتنا اليوم قصة تاجر الهواتف، تاجر التليفونات اللي الهواية ديالو يقصر بالعيالات، ولكن كما تدين تدان. خليكم معايا نعاود لكم تفاصيل الحكاية كما لو أنكم كنتوا معاها. وقبل كنطلب منكم ديروا اشتراك وجيم وتفعلوا الجرس وتخليوا لي كومونتير زوين بحالكم. قصتنا اليوم قصة الزوجين مهدي وليلى. مهدي اللي كان تاجر بياع وشري ديال التليفونات، اللي ماشي بياع عادي، كيبيع بالجملة. وراكم عارفين شنو معنى بائع ديال الجملة، يعني تبارك الله السيد ميسور كيدخل الفلوس صحيحة، كيتاجر في الجديد وفي القديم، يعني ماشي مقتصر على واحد اما جديد اما قديم. كيبيع اغلى واخر ما كاين في التليفونات جداد وقدام، وزيد عليهم حتى البيسيات، يعني لي بيسي بورطابل، لي بيسي بيرو، يعني السيد خاربها كيف ما تنقولوا. وراكم عارفين البياع والشراي راه كيتلاقى مع امراه، كيتلاقى مع راجل، كيتلاقى يعني مع الكبير ومع الصغير. ايوا سيادنا واحد النهار جات عنده واحد البنت باينه نيه وبنت دارهم وداخله سوق راسها، ماشي شي وحده اللي داصره وكطير. عندها واحد التليفون صغير، جابته قالت لي عافاك بغيت نعطيك هذا التليفون ونزيدك شي حاجه وعطيني تليفون اخر، يعني بغات تبدل التليفون ديالها. قال لها واخا ماشي مشكل، كنديروا هذه العمليه هذه، ولكن غتزيديني 1500 درهم. يعني من بعد ما اختارت التليفون اللي بغات قال لها غتزيديني 1500 درهم، يعني 30000 ريال. هنا البنت قالت لي في الحقيقه ما عنديش هذا الثمن كامل، ما نقدرش. قال لها واي الا ما عندكش شي صاحبك، شي واحد قريب ليك، العائله، خوك، اختك، باك، امك. السيده بقات غير كتشوف. باش نعرفكم على ليلى كاينه غير هي وخوها عند باها وامها، وداك التليفون اصلا ديال امها، يعني من بعد ما جاب خوها تليفون اخر لامها عطاتها امها هذاك التليفون، ما بقاش مقنعها. ما علينا، قلنا عندها كاينه غير هي وخوها. خوها عايش على برا، كاين في يعني بلا ما نذكر الاسم ديال البلاد اللي كاين فيها، المهم كاين على برا. اخ خارج على برا خدام على راسو على والديه، والبنت جالسه مع والديها. المهم خونا مول التليفونات البنت عجباتو، يعني عجباتو شكلا المنظر ديالها وهذا، وبانت ليه ثابته عجباتو. شد التليفون كيقلبو، لقى التليفون نقي، يعني ماشي شي وحده اللي كما قلنا كطير. لقى التليفون ما كاينه فيه حتى شي حاجه، ما كاين تصاور بحال التصاور ديال البنات اليوم كتلقاها كتصور ها هي هنا المهم داك التليفون نقي. قال لها سيري صافي ماشي مشكل. السيد بقى تيفكر، عجباتو البنت. ملي رجعت للتليفون ديالها قال لها واش تقبلي تزوجي بيا، يعني صافي السيد عجباتو، قال لها واش تقبلي تزوجي بيا. البنت صدمات بصدمه، قالت لي واش انا؟ قال لها علاش شكون مع من تنهضر؟ انا تنهضر معاك نتيا. الولد راه ماشي بغاها ولا عشقها، ولا الولد شاف البنت نقيه بنت دارهم، قال هذه غادي نعيش معاها ترونكيل، غتجلس تقابل دارها، غتربي ولادها. وللعلم هو كان كيبغي وحده اخرى، وهذيك الاخرى اش غنقول لكم، شطحاتو ودوراتو على صباعها وكلاتو سكلاتو حتى عافتو، يعني شبعات منه ولاحتو مشات تزوجات واحد اخر. خونا ملي شاف هاد البنت معقوله قال نجرب هاد النوع ما عمرني ما شفتو، نتوكل معاها على الله. فعلا البنت مشات لدارهم عند والديها، قالتها لهم، هما بدورهم علموا خوها قال لهم الا كان ولد الناس مزيان توكلوا على الله. المهم الدري حتى هو مشى عند والديه قالها لهم، جاب والديه عند العائله ديال البنت خطبوها. المهم داز داك النهار رائع بيناتهم، يعني العائلات تجمعوا، داز نهار زوين بيناتهم. اتفقوا على كل شيء، اتفقوا على الوقت ديال العرس ديالهم، على المسائل كامله. ناض السي مهدي قال لبات البنت شوف انا غنتكلف عمي بكل شيء،
يعني ما تضرب الحساب لحتى شي حاجة. وفعلًا كان راجل وقد كلمتو، أي حاجة ممكن تحلم بها أي وحدة جابها ليها، يعني ما خلاها مخصوصة من حتى حاجة. السيد جاب ليها الحوايج غير لي مارك، حتى من التليفون جاب لها آخر موديل، كان كيجيب بلا ما تقول، يعني الحاجة اللي طاحت لها على بالها واللي ما طاحت ليهاش على البال. هادشي اللي كنقول لكم غير الخطبة، أما العرس ما نعاودش لكم، دار أحسن ما كاين في العراسات، يعني عرس مفرقع مطرطق، ولكن البنت تستاهل، كانت زوينة. نهار العرس السيد ما كاين غير صور وبارطاجي، اش منك يا انستغرام والفيسبوك والتيك توك السيد بغى يبان بديك البنت لانها زوينه بزاف، بغى يبان بها وبغى يفرقع القلب اللي عطاتو كف، بغى يرجع لها زعما جوج الكفوف. السيد بحال شنقول لكم تزوج بحال غير باش يبان على هذيك خيتي وباش يقول لها بلي هاني ديت اللي احسن منك وانت خليتيني وهاني زعما راني ما بقيتش بوحدي. والغريب في الأمر رغم هادشي كلّو اللي قلت لكم دار على قبلها، نهار داها لدارو كيعاملها أسوأ معاملة، يعني السيدة مسكينة تأدبت معاه لأقصى درجة، تيجي يلقاها مقادة مصايبة الدار نقية وكلشي مطيبة ليه تيبدا يعاير فيها، ما حاملك لا انتي لا ماكلتك لا الدار اللي انتي فيها لا القنت اللي كتكوني فيه ما كنبغيش ما كيعجبنيش ما كنحملوش. المهم السيد ما كيشمهاش. في ديك الإقامة اللي ساكنين فيها أولا العمارة اللي ساكنين فيها، تلاقات مع واحد خيتي من دوك اللي الله يستر خارجين الطريق، تلاقات معاها تصاحبات هي وياها مزيان، ولكن من ورا راجلها، يعني ما مصاحباش معاها وراجلها بخبارو لأنه تيقول ليها نهار نجي ونلقاك معاها ولا نلقاها عندك نحيك من الدنيا. وهي مسكينة نية قالت للأخرى شوفي عافاك الوقت اللي تيكون فيه راجلي ما تدقيش عليا وما تجيش عندي. أنا فعلًا ما عنديش صحابات وحطيت عليك الراس وحسيت بيك صاحبتي وبغيتك، ولكن راه لا إله إلا الله محمد رسول الله، راجلي راه واعر وراه ما يحنش فيا، راه تيضربني غير الضرب ديال القتل وإلا لقاك عندي راه غينحيني من الدنيا. خوتنا في الله ما رضاتش، بغات تنتقم منه باش بمرتو، لأن مسكينة هي كتجي كتعاود ليها على نيدها كتقول ليها شوفي راه قال لي هاذيك خايبة وراه خارجة الطريق وكذا وراه الله يعطيها والله يفعل ليها، عطيها بابتساع. الأخرى ما كترضاش، ما بغاتش هاد الهضرة تقال عليها رغم أنها هاد الهضرة فيها. الأخرى حلفات بينها وبين راسها أنه هو تيعايرها بالفساد غتخلي مرتو تولي بحالها. هنا بدات كتلعب الليلة بعقلها، بدات كتاكل ليها الدماغ، قلت لها انت حابسك وانت عارفه التوقيت ديالو، عرفتي كيخرج مع الصباح وما كيجيش تيجي يتغدى وما يعاودش يرجع حتى لنصاصات الليل، من ورا الظهر نخرجوا ندوروا ونمشيو ما عرفت فين نمشيو ونجيو ما يسيقش ليك الخبار. وفعلا قدرات تاثر عليها، ولات كتخرج معاها مره من ورا الظهر كيخرج راجلها وكيخرجوا السيده زعمات على الخروج والدخول ولا عندها عادي. علاش ديما تنقول لكم بعدوا على رفقاء السوء. وباش نكون واضحة معاكم راه الصحاب والصحابات قلالو، إلا ما قدرناش إلا ما قلناش أنهم نعادموا، راه الإنسان إلا ما حفرلكش والله ما يبني ليك، ردوا بالكم. غير بيني وبينكم دابا وحدة شافت وحدة جالسة في دويرتها مستقرة فرحانة واكلة شاربة راجلها مهلي فيها وهي الله يستر دايعة في الزناقي، واش غيعجبها الحال؟ راه ما غيعجبهاش. ونفس الشي بالنسبة للرجال، واش واحد شافوه مستقر ومرته مهلية فيه وعايش بخير والاخر مرته كتحررها فيه ولا ما عندوش، راه نفس الشي. ما علينا. الصاحبة ديال السوء بدات كتعمر السيدة راسها وكتحرشها على الزوج ديالها، والأخرى معانية وهبيلة كتعاود ليها كلشي، كتقول لها جا قال لي ماكلتك خايبة ما كنحملك لا انت لا ماكلتك، لا جيت جلست حداه يقول لي نوضي فحالك من حدايا، يعني جميع التفاصيل ديال التفاصيل الحياة الزوجية بينها وبين راجلها كتعاودهم من صاحبتها. هاديك كتخوي قلبها والأخرى كتستوكي وكتجمع وكتخطط باش تدمرو وتدمرها. ايوا بدات عليها، إلا هو ما كيبغيكش وما دايرلكش القيمة، شوفي انت كيف دايرة وتستاهلي احسن منه وتستاهلي سيد سيدو وانتي هذا وانتي وراكم عارفين غرارين عيشة. وهنا بدات كتحفر باش تبين للسي مهدي ان مرتو ليلى ما مزياناش وخارجه الطريق. كيفاش؟ مشات عند واحد من صحابها من دوك اللي كتعرف
وقالت ليه شوف، بغيت اليوم مهدي يعرف ان مرتو خارجه الطريق. قال لها كيفاش؟ قالت ليه اليوم تجرد قول ليه نمشي ونقصرو وخلي الباقي عليا انا. هنا في هاد اللحظه هادي الشيطان جلس للارض وجلس كيتعلم من هاد خيتي. يعني هادو فعايل ماشي ديال الشياطين، شي حاجه اكثر من الشياطين، استغفر الله العظيم. جا مول التليفونات عند مراتو قال لها شوفي، راه واحد الصديق ديالي عنده السبوع وزيرناه قلنا ليه يدير لينا يعني الفراجه والنشاط وراه في الغالب غادي نباتو. يعني راكي عارفه يكونوا الجروب وهذا والدراري مجموعين، راني ما غاديش نجي. هادشي كيعاودو بناء على الهضره اللي قال لي صاحبو. قال لي راه غادي نجيب لك واحد الوحده ناضيه عمر شي حد ما شافها وعمرها ما تكشفت على الرجال. وانت ديما كتشكي صاحبي وكتقول المراه ما عاجباكش وما مرتاحش خرج تفوج مع راسك. المهم عمر ليه راسو لا خرج عند مرتو، يعني صافي مقرر انه غادي يمشي للقصاره. الاخرى حتى هي خططات ودبرات، مشات عندها وقالت لها شوفي قولي لراجلك راكي غاديه لشي عرس ولا غاديه مع امك ولا غاديه عند اختك ولا عند بنت خالتك ولا شوفي في عند مين بغيتي تمشي واجي باتي معايا بات انا وياك مقصرين ضاحكين ناشطين. تلاقى الراجل ومرتو كل واحد تيقول للاخر بغيت نقول لك بغيت نقول لك. قالت لي حتى انا بغيت نقول لك. قال لها صافي نقول لك انا وقولي انت. كما قلت لكم قال لي راني معروض الاسبوع عند صاحبي اليوم راه المهم ديك الهضره اللي عاودت لكم ان السيد ما غاديش يجي ما غيباتش في الدار لانهم بروغرامي انه غادي بيقصر. هنا السيده قالت لي يا تا انا كاين واحد العرس عند العائله عيطات لي الوالده قبيله بنت عمي بغات دير العرس وراه غتجي امي وواحد بنت عمي اخرى وواحد بنت خالتي وغادي يطرقوني وغادي نمشي معاهم. قال لها واخا سيري ماشي مشكل ولكن ما تعري شعرك ما تديري مكياج ما تنوضي تشطحي راهي لا وصلتني الخبار راه المهم السيد تايق انا غادي العرس كيف ما هو غادي للسبوع. صافي السيد هز وريقاتو هز بالطامو عطاها واحد 200 درهم قالها باش تغرمي. ايوا السيده فرحات بها وصافي السيد مشى. جات عندها الصاحبه اندرا شنو قال لك؟ قلت لها راه وافق صافي راه وافق. قالت لها ايوا وجدي راسك راه كاين واحد عيد ميلاد عند صاحبتي وراه عارضه عليا وغادي نديك معايا ونباتو ناشطين حنا والبنات. ايوا السيده كلات ليها عقلها مزيان وخلاتها تأري الشعر ودير المكياج وداكشي اللي قال لها الراجل لا كله دارتو. والسيده حيدات جلابه ولبسات لكم التجين وش غنقول لكم والشفار والضفار. المهم السيده تسيفات ولات وحده اخرى. اش غنقول لكم الا قالوا قرطاسه راه ولات قرطاسه. ايوا ابليسه شنو قالت لها؟ قالت لها ديري فولارك ولبسي جلابتك حتى نخرجوا من العماره باش حتى حد ما يعاقبك ولا يعرفك فين غادي ولا فين جايه. داكشي اللي كان دارت نضاضرها غطات العينين اللي مشفرين ودارت خرقتها ودارت جلابتها وخرجوا غاديين من هنا من هنا من هنا من هنا حتى وصلوا للعماره اللي فيها الراجل. اين فوا وصلوا للباب قالت لها يلا جبدي ديك البلاستيكه اللي جبتي معاك وحيدي داكشي صافي حيدي نضاضرك وحيدي فولارك وحيدي جلابتك باش غندخلوا. والسيد عارفه المراه كدير الخولار عارفه كتلبس جلابتها ماشي كتخرج كما تنقولوا قرطيطه. ملي غتدخل على السيد راه غادي يتفاجئ بها. طلعوا حلوا عليهم الباب. السيد عاطي بالظهر للباب صاحبو قاعد اون فاس مع الباب يعني مقابل معاه. تحل الباب قال لي صاحبي السيده اللي قلت لك اروع ما يكون الروعه بما كان جات. السيد مع الدوره كيضرب الشوفه الاولى تصدم واش مرتي ولا ماشي مرتي. واه السيدات من المكياج من شفار الشعورات مقادين مطلوقين وباش غيتاكد غيشوف معها الجاره اللي كان تيقول ليها انت رجي نشوفك معاها. ما كيدور يهز غير القرعه الشراب اللي كانت قدامه وقرعه ديال الزاج غينزل بها عليها للراس غطيح كاو تمتم والامانه غيدي امانته. هذيك طاحت هز القرعه ضرب الاخرى طيحها حتى هي حداها يعني ماتوا بجوج بهم ماتوا. صاحبو بدا كيغوت كيقول لي واك انا راه ما فخباريش انا راه السيده قالت لي غنجيب لك وحده انا ما عارفاش واش مراتك انا ما عارفش ما فخباري ما يتعاود. هنا السيد هز راسو ومشى عند رجال الامن وقدم نفسه يعني سلم راسو
وعاود ليهم القصة من طقطق السلام عليكم، يعني هادشي كلّه اللي عاودت ليكم ديال أنني غادية للعرس وكذا وهذا وهذا، يعني كلشي عاودوا ليهم. جابوا صاحبو، شدوه، اعترف ليهم بكلشي، بأن السيدة هي اللي قالت ليه باش يجيبو وغتجيب مراتو لأنه محرّر فيها العيشة وها كيقول ليها وكيدير ليها وكيفعل ليها وكيترك ليها، يعني داكشي بالتفصيل الممل عاودو. وهاديك السيدة كان تيعايرها وتيقول ليها ما تمشيش معاها لأنها فاسدة وخارجة الطريق، وكانت بغات تبين ليه بأنه ساهل حتى مراتو حتى هي تكون خارجة الطريق، وبغات غير تجيبها غير يشوفها، ولكن القدر حكم، صدقوا ميتين بجوج. حكموا على مهدي ب30 عام ديال الحبس، والصديق ديالو حكموا عليه ب5 سنين، مع أنه في الحقيقة قليلة فيه، لأنه هو والسيدة اللي توفات سبب المشاكل كاملة وسبب هاد الجرائم كاملة، وهما المجرمين في الأصل. وهاد الشي كله كنعاودوه للعبرة. الرجال الله يجازيكم بخير، عيالاتكم خط حمر، صحابكم في جهة وعيالاتكم في جهة، والعيالات الله يرضي عليكم راه غرارين عويشة كتار، راه يوريوك من الربح قنطار ويديو لك راس مالك. لهذا الله يجازيكم بخير، نخدموا عقلنا في العلاقات ديالنا وفي المعارف ديالنا، وراه الصحبة ما بقاتش.